السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. أيها الأحبة في الله، نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أول فاعليات هذا الأسبوع الدعوي الذي هو بعنوان خطر الرافضة، والاسم الذي انتشر بيننا اليوم الشيعة والتشيع. فهذا خطر داهم وقد حل ببلادنا، دعت إليه أمور وأحداث، فإذا بأناس رأوا أن يكون الأمر بيننا وبين الشيعة فيه ترابط وثيق في العلاقات والمعاملات، وكلها ترمي إلى جلب الأموال، ولكننا لا ننسى أبدا كأهل سنة وجماعة نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم سلفنا الصالح، امتثالا لقول الحق جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، سبيل المؤمنين أول الداخلين فيه يدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا. نعم، فلما كان التطبيع بين السنة والشيعة وجب على أهل العلم والدعاة أن يحذروا من هذا الخطر الداهم. بحثنا عن الأبدان ولم نبحث عن القلوب والآخرة، بحثنا عن الأموال ولم ننظر من أين تأتي إلينا، أمن رجل أو طائفة أو بلد تعدوا على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى من حملوا لنا الكتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك دعانا إلى أن نقف هذه الوقفة ونقول: احذروا الشيعة، خطر الشيعة، خطر التشيع. دخلوا بلادنا واشتروا كثيرا من المحلات والمصانع، ودخلوا بأفكارهم ومعتقداتهم وخالطوا وتزوجوا واستوطنوا في أطراف البلاد كمدينة 6 أكتوبر، والشيعة يقتلون هذه المدينة منذ 10 سنوات. والأدهى من ذلك أن هؤلاء الشيعة الذين بمدينة 6 أكتوبر رفعوا أذانهم المنحرف الضال في مساجد أهل السنة والجماعة في بلادنا. فكل ذلك كما قلت دعا أن نعقد مؤتمرا علميا نبين فيه الأخطار التي تهدد أمة الإسلام. فكما قلت نبدأ فاعليات هذه المحاضرات من هذه الليلة، وأبتدئ في هذه الليلة مع حضراتكم أولى المحاضرات، وهي بعنوان العلاقة بين اليهود والشيعة. العلاقة بين اليهود والشيعة،
ما هي الأمور التي موجودة عند الشيعة ويعتقدونها وهي ضد اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما هي المعتقدات التي وجدت عند الشيعة تضاد عقيدة أهل السنة والجماعة ولكنها توافق عقيدة اليهود. هذا عنوان محاضرة اليوم. وغدا عنوان محاضرة أخرى ألا وهو تحريف الشيعة للقرآن الكريم. وبعد غد الشيعة في الميزان. بعد غد يوم الأحد محاضرة الشيخ سعد عرفات في المرأة بين السنة والشيعة ونكاح المتعة، وهذا يوافق يوم الأحد. يوم الاثنين الشيعة في الميزان. يوم الثلاثاء موقف الشيعة من أصحاب النبي وأمهات المؤمنين لفضيلة الشيخ مجد عرفات. يوم الأربعاء إن شاء الله محاضرة بعنوان الجذور العقدية عند الشيعة، من أين استمدوا هذه العقائد الفاسدة، ومعها من طوائف الإسلام وأحزاب المسلمين عقدوا بينهم وبين الشيعة تقريب ومؤتمرات للتقريب، بل صرحوا بأن مذهب الشيعة يكون بين المذاهب مذهبا خامسا. ولا أدري والله كيف استجازوا لأنفسهم هذا القول. في يوم الخميس محاضرة بعنوان الإمامة عند الشيعة، وما حكم الإمام، وهل كلام الإمام مسلم به ككلام الله عز وجل، أم كلام الإمام تعدى كلام الله عز وجل، وما للإمام وما عليه، وما تعتقد الشيعة في الأئمة، وكم عدد الأئمة. يوم الجمعة ومسك الختام مع الجرائم التاريخية التي ارتكبتها الشيعة ضد أهل السنة والجماعة على مر التاريخ. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الشيعة وعلاقتهم باليهود. علاقة اليهود بالشيعة ترجع إلى نشأة الشيعة، ونشأة الشيعة ترجع إلى رجل يهودي،
وهذا الرجل اليهودي هو عبد الله بن سبأ اليهودي. يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، يقول عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة، هذا زنديق كافر بالله العظيم، ضال مضل، ضال في نفسه أضل غيره بمعتقده الفاسد. أحسب أن عليا رضي الله عنه وأرضاه حرقه بالنار. يعني يقول الإمام الذهبي أن هذا الرجل مات على يدي علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول ابن عساكر في تاريخه عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية وهم الغلاة من الرافضة، وهذا الاسم والاصطلاح الأول، يسمون بالرافضة كل من اعتقد معتقدهم هو منهم، ومن لم يعتقد هذا المعتقد سمي عندهم رافضي، رافض لهذا الأمر ورافض لأمر علي الإمام. قال أصله من اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليفتنهم عن طاعة الأئمة ليلفتهم إلى طاعة الأئمة. من الأئمة؟ أئمة الشيعة، وليس أئمة المسلمين الذين جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هؤلاء الأئمة أئمة الدين وحماته وحاملي لوائه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبهديهم يقتدي المسلمون، وبهديهم يقتدي المسلمون، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي اقتدوا بسنة هؤلاء الأئمة المرضيين الراشدين. إنما يقصد أئمة الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم، وهذا يرجع لدرس الإمامة، الأئمة عند الشيعة. كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم إلى عن طاعة الأئمة، ليلفتهم عن طاعة الأئمة الحكام، ليلفتهم لطاعة الأئمة أئمة الشيعة. فهو يصرف الناس عن طاعة ولاة الأمور ابتداء، ويحضهم على طاعة الأئمة ابتداء أيضا. فهو كعميل مزدوج. عبد الله بن سبأ اليهودي قال: ويدخل بين المسلمين الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان، دخل في زمن عثمان بن عفان. ويقول الزركري: عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبئية، وكانت تقول بألوهية علي رضي الله عنه وأرضاه. السبئية يقولون بأن علي هو الله، وهذا الأمر ورد وجيء وسمعه علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما سمع به علي رضي الله عنه وأرضاه أضرم الأخاديد وأعد لهم النيران، وقال: من قال أني إله حرقته. قالوا: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فقذفوا فيها. فجاء ابن عباس إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، اعرضهم على السيف، اعرضهم على السيف. فعرضهم على السيف رضي الله عنه وأرضاه، ورجع عن تحريقهم، لكن مات عدد منهم بالحرق، ولم يحرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما عرضهم على السيف. بل الذين قذفوا في النار لم ينتظروا أن يأمر علي رضي الله عنه بقذفهم وإلقائهم في النار، وقذفوا بأنفسهم سريعا إلى النار. قيل: وأصله من اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام، رحل إلى الحجاز في البصرة ثم الكوفة، ودخل دمشق في أيام عثمان فأخرجه أهلها من دمشق،
فانصرف إلى مصر، جاء إلى مصر، وهنا وجد أرضا خصبة، وجد أرضا مهيئة في مصر، لم يتستر، ادعى محبة آل البيت، ثم بعد محبته وادعائه لمحبة آل البيت اجتمع حوله أناس كثيرون، وجهر ببدعته، جهر بالتشيع، وظهر ببدعته وجهر بها. ومن مذهبه يعتقد رجعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إن كنتم تقولون أن عيسى سيرجع كذلك محمد سيرجع. والشيعة عموما تؤمن بالرجعة للإمام المنتظر، برجعته في آخر الزمان. ومن هنا لما كان أصل الشيعة يرجع إلى ذلك الرجل ودعا وظهرت بدعته في سائر الأقطار، دخل على الناس من باب حب آل البيت. وهذا الأمر يجعلنا جميعا أن نحذر من هذه الفرية وهذه الفتنة. هل يوجد مسلم على وجه الأرض يؤمن بالله ورسوله يكره آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لن تجد. لكن الذين يدعون الكذب على الله وعلى رسوله يدعون أنهم يحبون آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوهم في منزلة فوق منزلة النبي، بل منهم من جعله إله يدعوه من دون الله. ومن هنا تجد أن كثيرا من الناس عنده أغاليط ومعتقدات خاطئة تورثها من قلة علم بداع يدعو ولم يعتقد الاعتقاد الصحيح في آل البيت، فيذهب ويتوسل بهم ويطوف بأضرحتهم. وهذا الذي نظر إليه الشيعة اليوم. غدا أول وفد من الشيعة يزور مصر، سينزلون على صعيد مصر. ولماذا ينزلون على صعيد مصر؟ لأن صعيد مصر عاش أعواما عديدة الدعاة إلى الله جل وعلا مكممون، ومن دعا إلى الله في الصعيد لا تقوم له دعوة ويبعد عن الدعوة. وما زال إلى الآن في ربوع مصر وأقطارها حتى في بلدتنا هذه قبور تفتح ويطاف بها. حتى في بلدتنا هذه من يذهب إلى مقابرنا نحن، الناس يخشون الناس ولا يخشون الله. قبر يطاف به ويوضع فيه الطعام إلى الآن، والناس قد ملأهم الفزع والهلع والرعب من رجل طريح الفراش لا يملك لنفسه أن يقوم على فراشه. وهذه مسؤولية هذه العائلة. أنا أصرح وأقول هذا الكلام لهم، أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين وفي عامة المسلمين، وألا يعرضوهم لغضب رب العالمين، وأن يهدموا ذلك القبر
ففي الصعيد من القبور الكثير والكثير، فكانت الزيارات من الشيعة إليهم. ومن هنا تجد أن مدخل هؤلاء من باب مدخل الولاة، من باب مدخل الأولياء، وكلنا نحب أولياء الله تبارك وتعالى وأهل الفضل وأهل الديانة، لكنهم يغالون فيهم وينزلونهم منزلة هي منزلة الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، اليهود تعتقد اعتقادا جازما أن هناك من يعلم الغيب غير الله، وكذلك الشيعة، وهذه أول الموافقات بين الشيعة وبين اليهود. ربنا تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والشيعة تقول بأن الأئمة عندهم يعلمون الغيب، وهذا مقرر عندهم، فقد ساوى هؤلاء غير الله بالله عز وجل. الأولى كما قلت يدعون أن الأئمة يعلمون الغيب. يقول مصنفهم صاحب كتاب الكافي جزء 4 صفحة 261: قال جعفر الصادق: كما يفترون عليه ما لم يقل، قالوا عنه: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. اسمع ماذا يقولون عنه. يقولون عنه: إني لأعلم غيب السماء في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. لمن هذا؟ لله عز وجل. يدعونه لمخلوق مهما بلغ من الولاية ما أعطى الله تبارك وتعالى غيبه المطلق لأحد أبدا، ولا لخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأولى. وأيضا كما في أصول الكافي يقولون: ورب الكعبة ورب البينة 3 مرات، يقسمون برب الكعبة ورب البينة، وينسبون القسم إلى جعفر الصادق. ولو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان، ولم يعطيا علم ما لم يكن، ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. إذن الأئمة عندهم يعلمون كما يعلم الله عز وجل تماما، بل أعظم من علم الله. يقولون بالبداءة. وما هي البداءة؟ يقولون: الأمر
قبل بداءته يعلمه الإمام، والله يعلمه بعد ما يعمله العبد. الإمام عندهم بلغ المنزلة العليا في بداءة الأمور. ما هذا الأمر؟ ومن أين هذا؟ من كتبهم. ولذلك أنا أقرأ من هذه المصادر حتى تعلموا أصول الكافي وكتب الشيعة التي ستطبع، لأن الشيعة اشترت مطبعة الفاطمية في وسط البلد الأسبوع الماضي. فهذا أول دمار حل ببلادنا، أن تمتلك الشيعة في بلادنا مطبعة، ويملكون من الأموال الكثير والكثير. طيب، الشيعة يقولون هذا الأمر، وهذا كفر محض. وتزعم كتبهم أن الناس عبيد لأئمتهم. أنا وأنتم لا نحن في ذيل القائمة. من أول أصحاب النبي محمد إلى قيام الساعة الناس كلهم عبيد للشيعة، لا يملكون لأنفسهم أي أمر. منين الكلام؟ قال المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وقال 25 على صفحة 279: قول الرضا. الرضا هذا أحد الأئمة الاثنى عشرية. الرضا أحد الأئمة الاثنى عشرية. الناس عبيد لنا في الطاعة، مش عبيد وخلاص، عبيد في الطاعة، عبيد لهم وليس لله. الناس عبيد لنا في الطاعة، موال وموالين لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب. فليبلغ الشاهد الغائب. هذا في كتبهم، أننا عبيد لهم، ويأمر أتباعه على دينه الباطل أن يبلغ الشاهد الغائب. وربنا تبارك وتعالى يقول: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الشيعة يقولون كونوا عبادا لنا من دون الله. أما قرأ الذين أدخلوا هؤلاء الشيعة إلى بلادنا هذه النصوص وهذا المعتقد؟ سامحهم الله. فينبغي عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أبنائهم، فسيدخل التشيع عليهم وعلى أبنائهم في بيوتهم. ولكنهم لا حرج عندهم من هذا الأمر. المهم المصلحة، المهم أن نكون نحن، المهم أن تكون الصدارة لنا. هذا هو المهم عندنا. المهم أن نقف بين يدي الله على معتقد صحيح، لا معتقد فاسد باطل يدعي مع الله إلها آخر. وتقرر كتب الشيعة المعتمدة الشرك بالله تبارك وتعالى في أفعال الله. فهم بهذا أضلوا من أبي جهل الذي كان يعتقد أن خالق الكون هو الله، لكنه لم يقر بتوحيده ولا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولذلك الرافضة والشيعة أخزاهم الله يقررون هذا الشرك. يقول الكليني في كتاب الكافي جزء 1 صفحة 407 إلى 410 بوب بابا بعنوان أن الأرض كلها للإمام. الأرض كلها ملك للإمام. ويقول في هذا الباب عن جعفر الصادق أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جزاء له. من يعطي من؟ الأرض يورثها الله من يشاء، وليس الإمام هو الذي يورث الأرض من يشاء. يقولون هذا في كتبهم عن رجل مخلوق، ويدعون إليه كذبا وزورا وبهتانا أنه يقول هذا عن نفسه، إنما هذا قول ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول نقول وهذا من أفعال الله الخاصة به، واعتقادها لغير الله، هذا قولنا، واعتقادنا لغير الله شرك بالله جل وعلا في ربوبيته، لأن الله جل وعلا قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ومن نصوصهم الشركية ما روى المجلسي في بحار الأنوار ضل 27 صفحة 33 عن رجل منهم يسمى سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام فأرعدت السماء، حدث من السماء والسحب رعد وأبرقت، فقال جعفر الصادق: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم. البرق والرعد اللي انتم سمعتوه أنا اللي أمرت به. قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين عليه السلام، يقصد علي رضي الله عنه. فالرعد والبرق عندهم أوامر ونواهي. الإمام اتصل بعلي رضي الله عنه وحدث هذا البرق وهذا الرعد. وربنا جل وعلا جعل هذه الآية آية وجعلها تخوف العباد، كما قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تعتقد الرافضة كما في كتبهم المعتمدة أن الأئمة الاثنى عشرية أفضل من الأنبياء. الأئمة عند الشيعة أفضل من الأنبياء. إذا كان خلوهم يعلموا علم ما لم يعلمه الله، يبقى ليه ما يكونوش عندهم أفضل من الأنبياء؟ ففي كتابهم بحار الأنوار 26 على 267 عقد بابا بعنوان: باب تفضيلهم على الأنبياء وعلى جميع الخلق، أي الأئمة، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليه. يبقى الرسل الخمسة أولو العزم من الرسل. ليه صاروا أولو العزم؟ لأنهم رسل أكثر رسل الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبارا
وصار تحملا على أقوامهم، لا مش كده. يعني صابروا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا 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 لا، ده هم وصلوا منزلة منزلة ان هم أولي العزم والشدة والقوة بسبب محبتهم لأئمة الشيعة. كانوا أئمة الشيعة موجودين؟ سؤال، أئمة الشيعة كانوا موجودين أيام نوح عليه السلام؟ طب الشيعة كانت موجودة يعني هنقول في النصرانية مثلا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. صار الرسل أولو عزم بحبهم لأئمة الشيعة. المشكلة مش في كده بقى، بستدل بأدلة كثيرة جدا، حوالي 80 نص في الكلام دوت يفضل فيه أئمتهم على الأنبياء والمرسلين كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وهذه عقيدة كفرية لأنها تكذب من؟ تكذب الله عز وجل. أيضا تقرر كتب الشيعة والروافض المعتمدة كالكافي وبحار الأنوار كفر الصحابة. الشيعة يعتقدون كفر الصحابة إلا 3 أو 7. الكلام ده في مصادرهم في كتاب الكافي صفحة جزء 2 مجلد 2 صفحة 244، وفي كتاب بحار الأنوار مجلد 22 صفحة 345 352 440 يقررون كفر الصحابة إلا 3. طيب إلا 3 مين اللي عايشين وكانوا أقرب ما يكون عندهم؟ علي والحسن والحسين. يبقى 3 دول. قال لك لا، يبقى إلا 7. طب مين ال7 دخلوا معاهم أقرب ما يكون من الصحابة؟ 4 كمان. يبقى دول ال7 اللي هم خدوا صك الغفران ونجوا من الكفر. وباقي الصحابة لا كلهم كفار. زي مين يعني كفار كده؟ أبو بكر مثلا وعمر وعثمان كفار. طب وأبو هريرة؟ إلا أبو هريرة بقى حدث عنه ولا حرج. هذا الرجل عندهم من صناديد الكفر. ليه؟ وعاء العلم الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن وكحذيفة ابن اليمان. طب يعني أنا هسأل سؤال مش داخل في محاضرتنا صراحة. يعني الجماعة اللي قالوا بالتقريب بين الشيعة وبين السنة، اللي قالوا بالتقريب، لو جينا حصرنا مثلا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطلعوا تقريبا مثلا هنقول 2000، مش هيزيدوا 2000 بس. بعض أهل السير قال وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قرابة 100,000. طيب هذا العدد مبالغ فيه، لا 2000 بس. التقريب تفعيل، خلاص كده، زي واحد عليه دين لواحد وبعدين بقى يعني بيماطل فيه، فقلنا نقرب وجهات النظر، خلاص. فعليه 1000 جنيه لواحد ومدوخه عليه مش عايز يدفعه، فبنقول له بقى تعال نقرب وجهات النظر، فادفع يعني الراجل ده اللي تقدر عليه سعله ب 800، يقول لك لا. طب 700 لا. طب 500 يعني ممكن، خلاص يعني تعال خد 500. 500 ازاي؟ هي كانت بضاعة؟ ده انا مسلفه فلوس. هتاخد 500 ولا مش هاخد خالص؟ هات احسن ما فيش. فانت قربت وجهات النظر بالايه؟ في الحال. طيب الصحابة 2000، هنعمل تقريب بيننا وبين الشيعة زي ما هم عايزين يقولوا. هم مكفرين كام؟ 2000 إلا 3، لا 2000 إلا 7. أقول لك يا عم
طب ما تخليه يعني ايه 1500 مسلمين و500 كفار؟ لا. طب يعني طب نخلي 1400؟ لا، مش هيرضى غير بأقل الايه القليل. فعايز تقول ان التقريب تسمح لنفسك ايها السني انهم يكفرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعظم من ذلك ان تقر كتبهم بان نساء النبي باغيات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تتقارب مع من؟ وتتفاعل مع من؟ وتمد يدك لتتعامل مع من؟ مع من يعتقد نجاستك، مع من يعتقد كفرك الصراح. إذا كان هان عليهم الله والرسول والقرآن وأصحاب النبي فما بقي من ديننا؟ أين هذا الدين الذي ندين لله به؟ ادعوا مع الله ربا آخر يعلم الغيب ويعلم ما لم يعلمه الله، وادعوا العصمة لأئمتهم وفضلوهم على الأنبياء والمرسلين، بل ما نال الأنبياء والمرسلين هذه المنازل العظمى إلا أنهم. طب أنا عايز أعرف هو مين اللي قال لهم إن الأنبياء الرسل أولي العزم يا رسل بيحبوا الأئمة؟ مش عارف. يعني هم حبوا الأئمة إمتى وحبوهم إزاي وعرفوا إزاي؟ بس اللي يعرف يقول لنا. طيب، فهؤلاء يعتقدون أن أئمتهم يحدثون برقا ورعدا وغير ذلك، ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لو قلنا في كتاب الكافي عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر الصادق عليه السلام: جعلت فداك، ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. يعني لو احنا اجتمعنا على شاة ناكلها، نحن قلة، يعني ناكلها ازاي ونحن قلة؟ أو هذه الشاة تكفينا أو لا تكفينا؟ فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ أقول لك بقى حاجة أعجب من كده. اتكلم عن الأكل والشرب، ده عندنا احنا. في حاجة عند الشيعة اسمها علم الإشارة، ويشيرون، يأتي موضعها. طيب، فقال قول لأبي عبد الله جعفر الصادق عندهم: المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا، وأشار بيده ثلاثة. يعني إحنا قلة لو اجتمعنا على شاة نأكلها. بيقول له: إحنا نخاف على نفسنا إن إحنا نكون كفار. قال له: لا، ده أنا هقول لك أعجب من كده، مش أنتم كمان، ده المهاجرين والأنصار كلهم كفروا إلا ثلاثة. ماشي. وفي بحار الأنوار للمجلسي رواية أخرى أن أبا عبد الله جعفر الصادق قال في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ده كلام ربنا جل وعلا. هيفسروه الشيعة ازاي؟ قال: خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان. طب مين فلان وفلان؟ مش باين لنا، عايزين رواية توضح لنا الكلام صريح
مباشرة. مين فلان وفلان؟ في كتاب المجلسي صفحة جزء 23 صفحة 306 قال: والمراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر. الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات مين؟ الشيطان. عندهم مين؟ أبو بكر وعمر. بل يقول في قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالجبت والطاغوت، قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وإياكم وصنمي قريش. قيل: من صنمي قريش؟ قالوا أبو بكر وعمر. بل قالوا في قول الحق جل وعلا: اذبحوا بقرة قبحهم الله، قالوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقال شيخهم المجلسي في كتابه الاعتقادات صفحة 90-91: ومما عد من ضروريات دين الإمامية، من الضروريات، خلي بالك احنا نتكلم عن الضروريات بقى. تعرف لما يكون عندك ضرورة وخلاص هتهلك وهتموت وامامك ميتة تاكل منها، يجوز بقدر الضرورة، مش عجبتك وطعمها حلو تزيد، لا 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 لا، قدر الضرورة. تعال نشوف الضرورات عند الأئمة، عند الشيعة. قال: ومما عد من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة. ده أمر ضروري، بل قالوا بوجوب المتعة، أنه من لم يتمتع فقد ارتكب إثما ووزرا. احنا بقى الشعب المصري طيب زيادة عن اللزوم. الشيعة ناس سيئة أزيد من اللازم، هيخشوا على المصريين بالمال والنساء، خلاص الموضوع سهل عندنا. وبعدين تعالى النهاردة، هو الراجل هيعمل حاجة حرام؟ ده الراجل هيتجوز واحدة ويتمتع بها، هذا الرجل سيتزوج. وعليكم السلام. فالشباب مش محتاج ان الشيعة تيجي اصلا في الجامعة. الشيخ حسان في مرة طالع المنبر يخطب، فراح واحد مديله ورقة كده: عم الشيخ لو سمحت خد الورقة دي. فبيقسم لي بالله وهو قاعد والمؤذن بيأذن، فتح الورقة حصل له ذهول، لقى اسم رجل و25 اسم فتاة، كلهن زنى بهن هذا الولد في الكلية. 25 بنت. زوجيني نفسك، زوجتك نفسي، خلاص. هم عملوا حاجة حرام؟ لا، ده الشيعة داخلالك بتقول لك حلال، اللي عايز حلال. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعدوا هذا الأمر من الضروريات، لازم ضروري. ما ليه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن الضروريات أيضا البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. قلت: وهذه المعتقدات الباطلة الكفرية لأنها تكذيب للقرآن الذي أخبر أن الله رضي عنهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إما إن هذا الكلام كلام الله مغلوط، وإما أن الشيعة على صواب. فأخبرونا يا من أدخلتم الشيعة البلاد، كيف تجرأتم على الله وعلى رسوله
وفسحتم لهم المجال، يعيثون في الأرض فسادا. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الآية ومثلهم في الإنجيل. وقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الكلام ينبغي علينا أن نعتقد فيه ماذا؟ ربنا جل وعلا يقول: يا أمة الإسلام يا من جئتم بعد أصحاب النبي ترضوا عنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أصحاب النبي حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. نعم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله سئل، قالوا: يا إمام، إذا دخلنا حربا مع الكفار وكان رجل شيعي يعيش في بلاد المسلمين وحارب معهم أيأخذ من الفيء من الغنائم؟ قال: لا. ليه بقى؟ ليه ما يأخذوش من الغنائم؟ ليه؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهؤلاء لم يترضوا عن أصحاب النبي فليس لهم من الفيء شيئا. تعتقد الروافض الشيعة أن زيارة قبور أحد أئمة من أئمة الشيعة أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام والوقوف بعرفة؟ أفضل من الطواف في بيت الله الحرام والوقوف بإيه؟ بعرفة. يا أخي، في أي دين هذا؟ ولذلك قناة الشيعة موجودة عيانا بيانا صباح مساء. إلى من يحجون ابتداء؟ يا ريت في النجف عند مين؟ لا، يا ريت قبل الإمام علي في إمام مهم قوي، أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر. يحجون إلى هذا الفاسق الماجن الكافر، ذلك الغلام الذي قتل أمير المؤمنين فاروق هذه الأمة، يمجدونه ويحجون إلى قبره. فلما يروح يحج، يا سلام، أفضل من الطواف بالكعبة والوقوف بعرفة. طيب الكلام دوت لازم نقوله وقالوه فين؟ في كتاب بحار الأنوار صفحة 110 على 18 عن أبي جعفر، ما كل حاجة لزق. قال: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام. كده احنا بقى الناس لازم هتروح تزور بيه. لا، ده مش الحسين اللي عندنا. انتوا عارفين ان الحسين له 10 أضرحة ولا مش عارفين؟ في العراق بس 3. في العراق كام؟ 3. اختار اي واحد بقى هتلاقيه هناك. يعني رحت القبر ده هو هناك، ورحت القبر الثاني يبقى هناك، ورحت القبر الثالث يبقى هناك. طب واللي عندنا؟ قالوا الدماغ، واللي جابتها ام الغلام. احكي لك قصة ام الغلام بسرعة كده. قالوا ام الغلام قاعدة واحدة ست بترضع ابنها، والحسين عليه السلام رضي الله عنه وارضاه بيجري من مين؟ من مين؟ من الشيعة. من الشيعة. العجيب
واحد بيسأل واحد من الأئمة بتاعتهم: هو أكل الذباب حلال ولا حرام، والدم نجس ولا لأ؟ البعوضة فيش فيها دم يا اللي ما عندكش دم؟ بتسأل وتتورع في دبانة وإيديك ملوثة بدم الحسين. ايه الجرأة دي؟ طيب ام الغلام، عشان بس ما ننساش، ام الغلام قاعده والحسين بيجري، قتلوه. فلما قتلوه طارت الرأس وجرت الرأس وتدحرجوا، كلما بحثوا عنها تختفي وتجري من امامهم، فاتدحرجت وجت على ملابس وثياب ام الغلام. والام قاعده بتوضع ابنها، فلقت الجيش الجرار بيدور على الرأس، فتعمل ايه؟ ابنها ولا رأس الحسين؟ ابنها ولا رأس الحسين؟ راحت قطع رقبة ابنها، واخد بالك، ورميها، وحط رأس الحسين على ثديها كأن الغلام يرضع. دي قصة ام الغلام. عايزين لها اسناد. نحن لا نقبل في دين الله عز وجل إلا بالإسناد. ولذلك العلماء قعدوا القاعدة: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لا تيجي تقول لي حديث ضعيف ولا باطل ولا ملوش أصل، لا، كله صح. طيب، فهذه قصة ايه؟ ام الغلام. فجابت بقى الراس ودخلتها مصر ازاي؟ الله أعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ونبش القبر فما وجد إلا عظم رأس حمار. يقول أبو جعفر: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا ولتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما فيه؟ طب ليه يعني هيعملوا في نفسهم كده ليه؟ قال: من زاره تشوقا إليه كتب الله له 1000 حجة متقبلة. احنا عايزين واحدة بس. و1000 عمرة مبرورة، وأجر 1000 شهيد من شهداء بدر. هي بدر عندكم فيها شهداء؟ امسك لهم، امسك، مكتوب عندهم. بتقول ان في بدر شهداء؟ يا كذاب، ما انت بتقول كلهم كفار ومقتولين قتلة، فسميتهم شهداء ليه بقى؟ وأجر 1000 صائم، وثواب 1000 صدقة مقبولة، وثواب 1000 نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان. أهون الآفات الشيطان. طب إيه اللي بعد كده؟ مش عارف. ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار وله، ويستغفرون له، ويفسح له في قبره مد بصره، ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير يروعانه. لا خلاص، كل ده عشان راح عند مين؟ زيارة الإمام. طب ما تختصر الكلام دون وقول يخش الجنة حتفه وخلاص. طبعا كلام يطول شرح. وتعتقد الرافضة بأن كل من اعتقد صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قبل علي رضي الله عنه فإنه مشرك كافر، بل من لم يقر بأحد أئمتهم فهو مشرك كافر. وبهذا يفسرون الشرك الأكبر، ففسروا الشرك بإشراك أحد مع علي، يعني ما حدش له ولاية ولا إمامة ولا خليفة مع مين؟ مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وكل هؤلاء كفار. فين الكلام ده؟ قال الكافي في جزء 1 427 أنه قال: يعني أشركت في
أشركت في الولاية غيره. وفي لفظ آخر لئن أمرت بولاية أحد أو لئن أمرت بولاية أحد مع علي من بعدك ليحبطن عملك. أول ما تقول فيه حد له على المسلمين ولاية مع علي، بدل ما يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، لا، يقول لئن أمرت بولاية أحد مع علي من بعدك ليحبطن عملك. خلاص. فبهذا يكون المسلمون أجمعون عند الرافضة كفار ومشركون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هؤلاء الناس في شرهم وغيهم، قال رحمه الله تعالى إنهم شر من عامة أهل الأهواء. مفيش حد في أهل الأهواء والبدع والضلالات أشر على أمة الإسلام من الشيعة. قال وأحق بالقتال من الخوارج الذين خرجوا في الفتنة أيام علي. وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة. الشيخ الإسلام بيقول على الأئمة اللي هم أفضل عندهم من مين؟ من الرسل، لا، من أولي العزم من الرسل. إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام كما فعلته أئمة الملاحدة. دي الطريقة الوحيدة اللي يهدوا بها الإسلام. وقال أيضا وفي الجملة فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله. وده طبعا على فكرة قاعدة معتمدة عند الرافضة الشيعة، ألا وهي لا، كلما ازداد الإنسان فيهم كذبا وصل وارتفع في الإمامة، فأكذبهم أعلاهم إمامة. اللي لسه بيكذب نص ونص ده لسه بيتعلم الكذب، ما ينفعش. خلاص. وقال أيضا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا. طيب، لكن يقول ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الدين، ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، ولهذا انضمت الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق، كلهم على حد سواء. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين هذه العقائد الخبيثة لهم، فتتفق الشيعة واليهود على أمور. واحد، اتفاق اليهود والشيعة على ضرورة تنصيب وصي بعد النبي. لازم يكون في بعد النبي وصي. وصي ايه؟ على الناس. طيب، يبحثون عن الوصي، فاتفقت اليهود والشيعة على هذا الأمر. وقد شبهت اليهود الأمة التي بغير وصي بالغنم التي لا راعي لها. طب والشيعة؟ وقالت الشيعة إن الأرض لو بقيت بغير إمام لساخت ولم تبقى. وكلا القولين يحتم وجوب تنصيب وصي وأنه لا غنى للناس عن الوصي عند الشيعة وعند اليهود. اتفاق اليهود والشيعة على أن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي. ازاي بقى؟ من لها عين وصي؟ وهو النبي قبض، يبقى لازم الأمر يرجع إلى الله.
طب ما ترجعوه للإمام، ما هو الإمام يعلم غيب السماوات والأرض، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في الجنة وما في النار، ويعلم ما سيكون. ما تخلوا الإمام هو اللي ينصر. قال لك لا، حاشا لله، يوم بدوره بقى. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس للنبي اختيار وصي من بعده. خلاص، عشان ما تجيش تقول لي بقى النبي هو اللي هيختار. هتحكمهم ليه؟ ما هم لازم يخرجوا كل المخارج عشان يثبتوا الباطل. زي ما اقول لك انت عايز الحق وانت راجل بتحب الدين، هات القرآن وهات أصح الكتب. صحيح ايه؟ البخاري ومسلم وابو داود الترمذي نسائي. وبعدين عايز الحق بقى، خلاص تعالى خد الحق من الكتب بتاعتنا واحرق الكتب دي. ليه؟ يقول لك اصل احنا عندنا قرآن فاطمة، انتوا القرآن اللي عندكم ناقص كتير وصور غايبة كتير جدا، واحنا عندنا الدين الصحيح. طيب ما تخلي بقى الدين الصحيح بالمرة اللي عندك ينصب لك الوصي. انت منعت ان النبي يوصي بوصي، خلاص خلي الامام هو اللي يوصي. لا، قالك لا. طيب من اين اتوا بهذه؟ وربنا تبارك وتعالى يعلم أمة الإسلام في قوله جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي شيء يتعبد به لله لابد وأن يؤتى به إيه؟ يؤتى له بإيه؟ بدليل. يؤتى له بإيه؟ بدليل. وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، أنهم لا يتكلمون إلا بالدليل، ولا يعظمون شخصا كائنا من كان. لا يعظمون الأشخاص، إنما يعظمون الأدلة الشرعية، ويعلمون قدر العلماء الذين ساروا على هذا الدرب وعلى صراط الله المستقيم. طيب قالوا النبي لا يوصي، وليس النبي اختيار وصي من بعده، وقد دلت نصوص اليهود أن الله هو الذي أمر موسى أن يتخذ يوشع وصيا له. يوشع ابن نون، مش كده؟ طيب لما خرج موسى ويوشع ابن نون عليهما السلام للقاء الخضر بأمر من الله عز وجل، طيب وفتح ليوشع بلاد المقدس وأصبح نبيا. ده في القرآن ودلت عليه الآيات. طيب ودلت روايات الشيعة أن الله تعالى هو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عليا وصيا، وأن ولاية علي جاءت على وفق 7 سماوات، جاءت من فوق 7 سماوات. يبقى القصة عند الجماعة دول أمور سهلة وبسيطة. نختم بمقتطفات سريعة لأن الوقت طال بنا. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. قالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل بالسيف. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي. منين؟ مش عارف. وينادي المهدي عندهم هذا أبو الحسن العسكري الذي دخل في السرداب منذ أن كان عنده 5 سنوات، الذي ولد بعد وفاة أبيه ب5 سنوات، ثم دخل في السرداب وغاب إلى اليوم ولم يظهر، وسيخرج في آخر الزمان. يدودوا قبلونه. وينادي منادي من السماء، وقد بينا أن مهدي الرافضة غير المهدي المنتظر عند الشيعة عند أهل السنة. طيب اليهود يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم بعد ما يخرج عن وقته،
وكذلك الرافضة يؤخرون صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم، وهذا فيه خلاف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالمغرب قبل اشتباك النجوم ولا تتشبهوا باليهود فإنهم يصلون والنجوم مشتبكة، هذا أيضا فيه خلاف. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. هذه مقتطفات من موافقة اليهود للشيعة وموافقة الشيعة لليهود. اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، وكذلك الرافضة يكذبون ويقولون هذا من عند الله، ويقولون هذا من عند الله. اليهود نختلف معهم في مسألة عبادية تحولت لمسألة عقائدية. ايه هي المسألة دي؟ طيب انتظروا بقية الأسئلة الثمانية عشان تجاوبوا عليهم، واللي يجاوب على الأسئلة الثمانية له إن شاء الله جائزة بإذن الله تبارك وتعالى. بيننا وبين الشيعة وبين اليهود مسألة تعبدية، فلما كانت بيننا وبينهم كان بيننا وبينهم خلاف في هذه العبادة تحولت من عبادة إلى معتقد. ما تقولش وابقى جاوب الأسئلة كلها مع بعضها. فهذا فيض من غير وقليل من كثير، ومقدمة تسبق العناوين الآتية في بطلان مذاهب الشيعة واعتقاداتهم الفاسدة التي نخشى أن يوضع لها في بلادنا نكتة سوداء تستقيها القلوب والعياذ بالله، فنحذر أنفسنا وأبناءنا من هذه المعتقدات الباطلة. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان وأن يصرف عنا الشهوات والشبهات. اللهم يا رب العالمين أقم قلوبنا على دينك المستقيم. اللهم يا رب العالمين أقم قلوبنا على دينك المستقيم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أيها الأحبة في الله، كنت قد خبأت لكم مفاجأة إلا أني لم أستطع الوفاء بها، وكان سيأتي في هذه الليلة أخي وحبيبي الشيخ طه حسين يعقوب، لكن لما تأخرت السيارة فهو يعتذر لكم عن المجيء، وهذه كنت قد خبأتها لإخواني حتى يتمتعوا بها بعد هذا الكلام الثقيل على الآذان الخفيف على القلوب الطيبة النقية أهل السنة والجماعة. فأسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأعتذر لكم عن عدم الوفاء الذي كان بيني وبين نفسي في وجود الشيخ، فإن شاء الله نأخذ منه ميعادا آخر بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عز وجل كل خير.